أول تصريح لمحمد وهبي بعد روعة المنتخب المغربي والتعادل مع البرازيل. هل نحن أمام منتخب مغربي قادر على منافسة أقوى منتخبات العالم؟ وهل كان التعادل أمام البرازيل مجرد نتيجة عابرة أم رسالة قوية للجميع؟ هذه الأسئلة فرضت نفسها بقوة بعد الأداء المبهر الذي قدمه أسود الأطلس أمام منتخب البرازيل في مواجهة أظهرت شخصية قوية وثقة كبيرة لدى اللاعبين. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك لكي تتوصل بكل جديد أخبار كرة القدم، ولا تنسى وضع لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. وبعد نهاية اللقاء، خطف محمد وهبي الأنظار بأول تصريح له، حيث عبر عن فخره بما قدمه اللاعبون أمام أحد أعرق المنتخبات في تاريخ كرة القدم، وأكد أن المنتخب المغربي لم يدخل المباراة للدفاع فقط، بل دخل بعقلية المنافسة والبحث عن الفوز، وهو ما ظهر جليا على أرضية الملعب. وأشاد وهبي بالروح القتالية التي أبداها اللاعبون طيلة أطوار المباراة، مؤكدا أن المجموعة تواصل التطور واكتساب الخبرة من مباراة إلى أخرى. كما أوضح أن مواجهة منتخب بحجم البرازيل تعتبر اختبارا حقيقيا لقدرات الفريق، وأن النتيجة المحققة تعكس العمل الكبير الذي يبذل خلف الكواليس. ولم يخف وهبي طموحه الكبير للمراحل المقبلة، إذ أشار إلى أن المشوار ما زال طويلا، وأن هناك الكثير من العمل لتحسين بعض الجوانب الفنية والتكتيكية. ورغم الإشادة بالنتيجة، فإنه شدد على أن الفريق يجب أن يحافظ على التركيز والتواضع، لأن التحديات القادمة ستكون أكثر صعوبة. الجميل في الأمر أن الجمهور المغربي رأى منتخب يقاتل بثقة أمام نجوم البرازيل دون خوف أو تردد، وهو ما يعزز الآمال في تحقيق مسار مشرف في المنافسات القادمة. فالمغرب أصبح يمتلك جيلا متكاملا يجمع بين الموهبة والخبرة والعزيمة، وهو ما يجعل الجماهير تحلم بإنجازات أكبر في المستقبل. وأنت، كيف قيمت أداء المنتخب المغربي أمام البرازيل؟ وهل تعتقد أن أسود الأطلس قادرون على الذهاب بعيدا في المنافسات القادمة؟